يا صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي وصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد. هي الوصفة طبعا او الفيديو بتاع النهاردة بقاله كتير قوي موجود عندي على القناة، بس قلت ايه يعني عايزة اتكلم معاكم شوية لان انا كنت مأخرة الوصفة دي قوي بصراحة. بقالها كتير قوي على التليفون عندي من ايام صيام العذراء ام النور. طبعا الصيام خلص من زمان، كل سنة وانتم طيبين. وانا بقالي كتير قوي منزلتش فيديو واتشغلت كتير قوي 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 قوي. طبعا يعني عقبال عندك يا رب، عقبال ولادكم. بعتذر طبعا على صوتي لاني صوتي تعبان شويه. واول حاجه وحشتوني بجد بجد، وبشكر كل الناس اللي سالت عليا بامانه. مش عارفه اشكركم ازاي. الناس اللي كتبت لي كتير قوي على الفيديوهات وحاولت تطمن عليا، والله ما عايزه انسى حد عشان محدش يزعل. بس بجد انا عارفه مين اللي كتب لي وسال عليا كتير وكان يسال عليا. الف 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 شكر لكل اخواتي اللي بعتولي وسالوا عليا. وكلام حلو بأمانة كتير أنا مستحقوش، بأمانة مستحقش المحبة دي. بس طبعا يعني ده نابع من قلبكم، وأنا عارفة ربنا يخليكم لي يا رب، متحرمش منكم أبدا. سبب غيابي طويل، أنا عقبال عندكم يا رب وعقبال كل البيوت، أمين يا رب. أول 8 طبعا الشهر ده كله منزلتش فيديوهات خالص، غير يعني يمكن بسيط قوي كنت بنزل فيديوهات اللي هي القصيرة شورت 16 ثانية دي. عشان كان عندي أول 8 عندي خطوبة بنوتي، عقبال يا رب عندكم كلكم، أمين يا رب. ويجعل الفرح في بيوتكم. كان عندي خطوبة تينا. خطوبة تينا جت فجأة بصراحة، وجهزنا لها كل حاجة فجأة، ما كانتش يعني اللي هو ما كانش عندي مساحة طويلة. وفي أثناء برضو الشهر ده 24 25 8 كان عندي برضو يعني أثناء خطوبة تينا كنا بنجهز فرح أخويا. يعني خلصنا تينا بعديها بشوية أيام، مش كتير قوي. كان الشهر كله زنقة، يعني مش عارفين يعني بصراحة نعمل حاجة. كنا بنشطب فرش أخويا وبنفرش الشقة وحاجات من دي، لأن كلهم المناسبات 3 كانوا زي ما قلت لكم في شهر 8 ورا بعض. خلصنا شقة أخويا واتجوز بخير الحمد لله، عقبال ولادكم برضو. بنت أختي بعد أخويا بيومين بالظبط، اللي هو بحيث إن انتي الواحد بأمانة ما كانش عنده وقت فاضي خالص إن أنا أعمل فيديوهات بأمانة ولا أي حاجة. كنا بنفرش شقق عرسان وبنجهز، عارفين فرحين يعني، بنفرش هنا ونجهز هنا وبنعمل حاجات هنا وبنوضب حاجات هنا. يلا نشكر ربنا، الواحد يعني كان شوية على أعصابه لأنه فرحين ورا بعض. وكان عندنا اخواتي وحبايبي وكل الناس الحلوة اللي احنا ما يحلاش الفرح غير بيها، كانوا متجمعين عندنا. وانتوا عارفين بقى أفراحنا احنا بتاعت الصعيد بتبقى غير أفراح يعني، فرح حلوة. طبعا هنزل لكم أفراح ورقص وحاجات من إن شاء الله كده، حاجات حلوة. إيه انتي بتعملي ايه النهارده يا ايمان؟ طبعا زي ما قلت لكم الوصفة دي عندي على التليفون بقى لها من أيام صيام العذراء، ده محشي صيامي. انا كنت هنزل لكم الفيديو ده بصراحة في الصيام، بس يلا سامحوني لانه اتأخر اوي، لان بجد ما كانش عندي وقت خالص، كنت مضغوطة غالبا. تليفوني يعلم ربنا ما كنتش بمسكه في ايدي اساسا. المهم ده ورق عنب جيفريكس. انا كنت اتكلمت معاكم قبل كده كتير قوي عن ورق عنب الجيفريكس، اللي هو المتلج اللي انا بشتغل بيه شغلي. احسن حاجة بصراحة بلاقيها قدامي نضيف وحلو. هو طبعا غالي شوية بس حلو ونضيف. الحشوة بتاعت النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن رز عادي بالخلطة، رز عصيامي عادي. بعمله ازاي؟ بقلب بصل عادية خالص بخليها تصفر، لان انا بصراحة بحب المحشي اللي بالرز قوي. انتوا عارفين ان انا شغلي بلحمة، محشي بلحمة، كوبيبة والحاجات دي. بس اكتر حاجة انا بحب قوي المحشي اللي هو بالرز بصراحة اكتر من اللحمة. عملت معاكم المحشي كتير، وازاي قلت لكم ازاي بخزنه للشغل فترات طويلة. لو ازاي عايزة تفتحي مشروع من بيتك بتبدأي ازاي. عملت معاكم حاجات كتير قوي عن المحشي، وعن خصوصا الورق العنب المتلج، وازاي الطازة اللي هو احنا بنجيبه في قلب الصيف. المهم حشوة النهاردة عبارة عن طبعا بصلاية واحدة متحمرة عادي بسيط خالص بزيت، ولازم المحشي يا جماعة يبقى بزيت، سمنة اوعي ممنوع. بنحمرها، ضفت عليها طماطم عادية خالص معصورة. البهارات بتاعة المحشي عندي بتكون عبارة عن كمون، ملح، كزبرة، فلفل اسود، شطة حسب الرغبة لو عندك أطفال خدي بالك، وملح. والخضرة بتاعتي أنا بتكون عبارة عن شبت وكزبرة بس. انا ما بحطش بقدونس عندي خالص للمحشي. طبعا دي راحة يعني حرية شخصية. رز المحشي بيكون مخصوص يا جماعة، لو مش عندك ما تدققيش عادي يعني، بس المهم ما بيتغسلش عشان ما بيعجنش مية. تمام. لاني طبعا بعد ما بيتسبك طماطم بحط البهارات بتاعتي، بحط الرز يتقلب تسبيكة
أو تشويحة خفيفة قوي مع التسبيكة بتاعتي، لأنه في ناس بتقولي أنا مش بحط الرز على التسبيكة. لأ، كل واحد ليه ذوق في الأكل بتاعه. لأن ده أنا هعمله، كنت عاملاه لينا، احنا أكلناه لينا في الصيام. مش شغل يعني، ده كنت عاملاه ليا أنا. فلو انتي والأمانة فعلا في بعد ما عملتهم حد كلمني قال لي يا مان أنا عايزة محشي صيامي. قلت لها أنا فاضل عندي، لأنه ده طلع عندي 2 كيلو وزن يعني. عملت منه كيلو وشلت كيلو، قلت لها عندي كيلو لو عايزاه خدي. فيعني لو انتي حابة يعني في زبون طلب أو زبونة طلبت. بعد كده بقسمهم زي ما انت شايفة، زي ما قلت لكم طلعوا 2 كيلو، كل طبق من ده نص كيلو. انا بوزنهم من صوص، لو انت حابة تحطيه في الفريزر عادي بيقعد عندك صدقيني سنة. بس المهم عندك ازاي يكون طريقة القفل محكمة. انا بلفه بستراتش، وبعد الاسترتش بحطه في كيس واقفل عليه بمكانة لحام. لو انت ما عندكيش عادي اللي فيه بسترتش عادي، مفيش برضو ستريتش حطيه في كيس واقفليه على البوتاجاز هو بيلحم او شمعة. لو عايزة تعمليه وتاكليه في نفس الوقت ألف هنا. كانت دي طريقة النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة، وبعتذر عن صوتي كمان مرة لأنه بجد فعلا وحشتوني. كنت عايزة أطلع أتكلم معاكم شوية. القناة لسه بدري أوي على التفعيل يا جماعة، محتاجة 2000 ساعة مشاهدة على التفعيل. شد حيلكم معايا كده يلا في المشاهدات، لأن المشاهدات طايرة خالص. طريقة المحشي بتاعنا سهلة وبسيطة. وعايزة أقولك كمان كلمتين مهمين قوي بالنسبة للمحشي ده. من الناس اللي بتقع في اخطاء كتير قوي، بتطلعه يفك وترجعه الفريزر تاني. انت هنا عندك الرز بيبوش، يعني لما بتخرجيه بيعمل ميه، التلج نفسه اللي بيبقى في الحاجه بيعمل ميه، بيبوش الرز. ترجعي ترجعيه تاني الفريزر بيبقى مش حلو خالص، وبيبقى طعمه وحش، والرز بيبقى بيعجن معاكي. لكن لما بتطلعيه بتاخديه على طول على البوتاجاز. حابه بقى تزوديه بشوربه فراخ مفيش مشكله، عايزه تعمليه بميه وماجي مفيش اي مشكله. بس بصراحه من الحاجات والمحشي اللي بحبه قوي المحشي اللي هو بالخضار، بيبقى حلو قوي. الرز اللي بالخضار بتاعنا، مش بحب انا اللحمه قوي، بس طبعا زي ما قلت لكم ده اذواق وكل واحد بيحب الحاجه اللي بياكلها. انا بصراحه بيطلع عندي اكتر حاجه محشي اللي هو باللحمه، لانه ده تبع شغل يعني. فمطلوب قوي 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 عندي المحشي باللحمه. اكتر حاجه بشتغل بيها كوبيبه اي محشي خلاص. وهو ده بيكون طريقه الحفظ بتاعته زي ما وريتكم، عشان انا زي ما قلت لكم انا عملت بس منه كيلو، بس حبيت اوريكي طريقه الحفظ بتاعته او ازاي بشيله. هاخد منه كيلو اسويه، والكيلو التاني زي ما قلت لكم حد كلمني اخده. دي بيكون طريقه الحفظ بتاعه المحشي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم، وتكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم على المتابعه، وبجد بامانه 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 وحشتوني جدا. وتاني مره شكرا لكل من رن وسأل عليا. انا كده خلصتهم، بعدين بلفهم بستريش وبحطهم عادي في الفريزر، مفيش اي افتكاسات فيه خلاص. اشوفك على خير، وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.